لو اتكلمتي من غير مايك مش هيسمعوك. استاذنك بس تعالي هنا. هي جايه هي. صغيره على موضوع، هي بس نقطه صغيره ان كل بيلقي الضوء على ان السعوديه وبوليفارد والرياض، وان حتى الاهرامات اللي موجوده عندنا من سنه 3 سنه بقت موجوده عندهم. بس بالرغم من ده كله ما فيش يعني بربع جنيه سكيورتي، يعني 4 زي دول يدخلوا الرياض ويعملوا كل ده. شركه سكيورتي قد كده صغيره مش عارفه توقفهم، فدي برضو حاجه سلبيه. المنتج ما جاش لكم. هيبوظوا الفيلم، هيبوظوا له الفيلم. يعني احنا المخرج عايز احنا كده. بصينا على كل ده بس جينا عند نقطه مهمه جدا ما قدروش يوصلوا لها لحد مفيش دلوقتي. منطق. مدرسه الاكشن الامريكي اللي بتاخدها امريكا بتاثر ساعات بيها تبقى كده، بينط من اخر دور وبينزل سليم. هو كسر الارض يعني. هو محاولة ما فيهوش واقعيه ولا طيب دي نقطه ايجابيه تضاف لنا ان احنا حريفه كل حاجه حتى في الاجرام. بالظبط كده، فدي نقطه اضافه لينا يعني. لا مش اللي عايز حاجه يعملها، المصري لما بيحب يعمل حاجه يعملها. عشان اخد من كلامك بقى ونكمل، المصري بيحب حاجه فعلا. انا طبعا مؤمن ان احنا يعني شعب ولاد بمواهب عاليه جدا، وده التاريخ بيقول كده. احنا مش قاعدين مع بعض مصريين نشكر في بعض، لا احنا دي حقيقه في كل المجالات. المصريين مش دلوقتي، ده كلام من الاف السنين، علميا وثقافيا. مصر دايما كانت، لما كنت بدرس في روسيا وكنت مش واخد بالي من الحته ديت، ان انا عايشين مع بعض هنا مستمتعين بحياتنا، بس لما اطلع بره اكتشف ان الاخوه العرب لما بنقعد مع بعض بنسهر في الجامعه بيتكلموا حاليا ان احنا باصين على مصر. فكنتش واخد بالي من المنطقه دي. لما كان عبد الناصر يخطب نقعد ابونا يجمعنا حوالين الراديو نسمع الراديو. لما كان بيبقى في فيلم مصري نقعد نتفرج على فيلم مصري، مسلسل نقعد نسمع المسلسل. فعايشين معانا تقريبا، وبيعتبروا ان مصر هي مصدر غذاء روحي وثقافي لكل هذه الامه العربيه، وده حقيقي مش غريب على الشعب المصري.